السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير على خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. كي درتو مع سيدنا رمضان غلبتوه ولا غلبكم؟ ايوا هو غادي، يعني الله يرزق غير الصحه والسلامه وما كلشي دايز. الله يخلي لنا غير الصحه ديالنا والسلامه يا رب. المهم جبت نشارك معكم واحد المملحات ولا رغيفات كيجيو رائعين ديال الفران. كيجيو عجينه وحده كتعطيك اشكال كتيره، يعني شحال ما بغيتي تنوعي شحال ما بغيتي ديري فيها كتلعبي بها كيف ما بغيتي. المهم بسم الله توكلت على الله. فهاد القصريه هادي درت واحد جوج زلايف ديال الطحين، الطحين الرطب الممتاز، وواحد زلافه ديال الفينو اللي هو سبيسيال، وواحد الساشيه ديال الخميره حمراء، وجوج معالق ديال الزيت بلديه، واحد رشه ديال الملح والماء كيما يعجبكم ديروه بارد دافي، هذاك الشيء على حساب السيده وشنو بغات. المهم دابا كنعجنهم العجينه ديالهم بحال الشكل ديال الرغايف، ما قاصحه ما جاريه. بعد ما كنعجنها ضروري كندلكوها شويه، كندلكوها، ولا اللي ما عندهاش الوقت بعد ما كتعجنها، اللي عندها الوقت بعد ما كتعجنها كديرها في واحد الساشيه وكتخليها كدلك راسها لراسها. ولكن اللي مزروبه عليها ضروري كتعطيها واحد الدلكات مزيانين في القصريه باش العجينه كتولي مرخوفه معاك وكتولي عاطيك الطوع. دابا في المقله غنوجد معكم العماره اللي غنعمر بها هاد الرغيفات هادو. في المقله درت واحد جوج معالق حتى 3 ديال الزيت بلديه، وواحد جوج ضريصات ديال الثومه. غنزيد عليهم البورو بعد ما قرطته درتو معاها، كنقليه شويه كيطيح، عاد كنزيد عليه خيزو، كنزيد عليه القرعه الخضراء. يعني الحشوات راه كتلعبوا بهم كيف ما بغيتو، تقدي ديري البصله ديري البورو، هذاك الشيء على حساب شنو عندك متوفر في الدار. دابا غنبدا نقطع العجينه ديالي هكايا بحال الشكل ديال الرغيفات، كنخليها ترتاح وانا كنوجد الحشوه. بيد ما كتوجد ليا الحشوه كنلقى دوك العجينه ديالي، هذوك الكويرات اللي قطعتهم كنلقاهم طلقوا. دابا في هذه المقله هذه درت زيت بلديه وزدت عليها الكفته ديال الدجاج، رانا طحنتها راسي في الهاشوار، وغنزيد عليها شويه د الملح وشويه د البزار وغنخليها هكايا تقلى. عاد نزيدها على العماره اللي درت اللي شحرت معاكم في المقله الاخرى. دابا غنديرها تقلى ونخليها تقلى هكايا. راه شفتوها ما بغاتش تفتت معاكم هاد الكفته، كتزيدي شويه ديال الماء باش كتطلق راسها في المقله، ما كتبقاش هكايا مجموعه. بعد ما كنشحرها مزيان كنديها ونجيبها كنشحرها، كنزيدها على المقله الاخرى على العماره اللي غنعمر بها. المهم عماره او حشوه اقتصاديه في متناول الجميع. وليني قلت لكم السر في هادوك الرغيفات اللي غنشكلوهم ونوعوهم كما بغينا حنايا. هما الحشوه كتبقى حشوه، وهكا كيمكن لك تبدعي فيها كيف ما بغيتي. دابا هاد الكويرات هادو اللي كيبقاو لي مكورين كنزيد واحد شويه ديال الماء، جهد واحد معلقه ديال الماء باش كتفتت ليا هذيك الكفته ما كتبقاش هكاك مكوره. دابا بعد ما تقلات مزيان غنزيدها على العماره الاخرى اللي قليت، هذاك خيزو والقرعه والبورو غنزيدها عليهم، عاد غنزيد العطريه. يعني كنتمنىكم تجربوهم، ولا جربتوهم راه يوليو معتمدا عندكم. المهم درت شويه ديال سكينجبير، شويه ديال البزار، شويه شويه ما تقووش العطريه بزاف، شويه ديال الخرقوم عرق،
وضروري شويه ديال الملحه، حيت غندير الزيتون مالح، ما نقويش الملحه، واحد المعلقه ديال الهريسه، وغندير معاها هاد العماره هادي ضروري غندير معاها شويه ديال الصوجه، يعني راه جاو ما تشبعوش منهم. دابا بعد ما تشحرات مزيان هذاك الكفته وهذيك العماره ديالنا تجانسوا مع بعضياتهم، دابا غنزيد واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، غنقردو وغنزيدو عليهم، وغنزيد شويه ديال الزيتون مقطع. دابا الرغيفات ديالنا بعد ما لقينا هذوك الكويرات طلقوا لينا، غنبداو كنشكلوا فيهم، نشكلوهم كيف ما بغينا حنايا. المهم انايا شاركت معاكم هاد الاقتراحات ديالي، وراه تجربوه وما تندموش وغيولي معتمد عندكم. المهم هكايا العجينه نطلقوها مزيان كتورق باش ما كيجيوناش غلاض ولا كتورق، كنورقوها مزيان، وكنكون مذوبه الزبده، وكندير فيها واحد الصشيه ديال الخميره حمراء. غندير الزبده على الرغيفه ديالنا، عندهن الزبده وغنطويها على شكل رغيفه. بعد ما غنطويها غنخليها ترتاح وغندوز للرغيفه الثانيه نصايبها. يعني راه عجينه وحده تقدري ديري منها اشكال كثيره. كنورقوها مزيان وكنديروا عليها هذيك الزبده اللي ذوبنا، كندهنوها بها، ما كندهنوش بزاف، شويه كندهنها، ها نتوما كتشوفوا كندهنها، وكنولي نطويها على شكل رغيفه وكنحطها ترتاح. يعني رانا الفيديو واضح معاكم. يعني كنوريكم هكايا باش اللي دارتهم ترحم ليا الوالدين. دابا غندير الشكل الثاني اللي غنحط فيه الحشوه العماره باش غنعمرهم، وغنطوي هكايا الجناب بجوجهم على هذيك الحشوه، وغنبدا هكايا كنطوي فيها، كتجي بحال الشكل ديال السيجار. كنبدا كنطوي والجناب يكونوا مقادين باش ملي كيطيبوا كطيب لنا هذه الرغيفه ديالنا مقاده. يعني انا راه كنت غنخرج منهم اشكال كثيره، ومع ضيق الوقت وراكم عارفين دابا رمضان يعني كتصوري والوقت ما كاينش، يعني كتزربي ضروري خصك تزربي في الحاجه باش تساليها دغيا.
دابا نعاود معاكم هذه الثانيه اللي هو شكل واحد، غنعاودها معاكم باش تشوفوا كي دايره. ضروري ما دهني الزبده في هذاك، ضروري دهني الزبده باش كتجينا العجينه ملي كنكونوا ناكلوها كتجي كتقرمش، كتجي مورقه من داخل. دابا هادوك الرغيفات اللي كنت طويتهم معاكم، هانتوما كتشوفوا دابا نقرصها. وملي غنقرصها، بعد ما غنقرصها غندير الحشوه فواحد الراس من ديال هذيك الرغيفه، وغنبدا نطوي، غنبدا كنلويها. هانتوما كتشوفوا كنلويها عوجه هكاك، كنلويها كنلويها كنلويها. انا كنزير باش كتخرج ليا هكاك على شكل هلال. دابا غنعاود معاكم هذه حتى هي من هذا الشكل هذا. دابا درنا جوج نواع. كنحط لها الحشوه في الراس ديالها وغنبدا كندور، غنبدا كندورها كندورها حتى كنساليها صافي، وكتجينا على شكل هلال. دابا نديرو الشكل الثالث، يعني راه عجينه وحده وكتبقاي تبدعي فيها كيف ما بغيتي. دابا حتى هي غنطلقوها وغندهنو ضروري بالزبده، كندهنو بالزبده. وغنبدا تاني غنحط الحشوه هكايا على شكل عجينه، هذه على شكل محنشه هكا. كندير مستطيل هكايا طويل، وغنبدا حتى هي كندور فيها. هانتوما كتشوفوا غنبدا كندور كندور حتى كتجمع كامله، وكنولي نشد هذاك الراس ديالها وكنبقى هكا كندور فيه كندور فيه كندور فيه على شكل دائري. وهذاك القنت اللي عيبقى لي كنخشيه في هذيك المحنشه من تحت باش ما كيتحلش لينا ملي كيكون كيطيب. يعني راه كنقولها لكم والله الا لا جاو رائعين. غنعاود معاكم المحنشه حتى هي. كنبقى كندورها كندورها. العجينه راه ما كتلصق ما حتى شي حاجه، ما تخافوش منها نهائيا. والبنات وملي كنكون كنطلق في العجينه راه كنكون كنطلقها غير بالزيت، حتى كنطلقها مزيان عاد كندير الزبده، حيت الا طلقتوها بالزبده راه غتلصق ليكم. دابا درت معكم 3 ديال الشكيلات وجاو رائعين، كيجيو في المذاق خطيرين. دابا ها هما انا دهنتهم بواحد البيضه ودخلتهم الفران. هانتوما كتشوفوا كي جاو ما شاء الله. راهم باقين سخان وانا كنصور فيهم، يعني ما يمكنلكش تسناي. وهذا رمضان يعني ما يمكنلكش تحطيها وتسناي تصايبي على خاطرك، خصك تصوري باش صافي تحطي الفطور. يعني راه جاو مقرمشين وجاو شهوه منهم. يعني ماشي كنقولها لكم حيت كنقولها لكم حيت انايا درتهم وكليتهم وجاو رائعين. كنتمنىكم ديروهم وراه ما تندموش.
كاقتراح يعني بنادم ينوع في المائدة ديالو بشي حاجة بسيطة، وهي راه كتجي واعرة، هي حاجة بسيطة ولكن الا شكلتيها بيديك وعطيتيها الوقت راه كتجي زوينة وتعمري الطابلة وتجي زوينة. هذيك الطبيلة ملي كتحطي كلشي مزوق وكلشي متشوك راه كتجي زوينة ولو كتكون بسيطة. يعني كان هذا هو الفيديو ديالي معاكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله، وما تنساونيش من الدعم والاشتراك ديالكم.